صباح الخير عليكم جميع محبين ومتابعين فلوجات السفر والرحلات في كل أنحاء العالم. اللي جديد هنا معانا في القناة حبيت أعرفه بنفسي، أنا أخوكم محمد عصام، مصور وعاشق للسفر والرحلات خاصة تركيا. النهاردة هاخدكم على أشهر بحيرة في الشمال التركي، بحيرة رهيبة وضخمة بين جبال طرابزون. لو كتبت أساسا طرابزون على جوجل هتطلع لك صورها فورا. معايا هتشوفوا العالم بشكل مختلف شوية عن أي قناة تانية. عشان كده قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعم القناة عندي بلايك للفيديو وسبسكرايب لو ما كنتش مشترك، ولو حابب تفعل الجرس عشان يجيلك تنبيه بأي رحلة جديدة نعملها. لو مخطط للسفر عشان تهرب من صداع المدينة، بحيرة أوزنجول في الشمال التركي هي وجهتك الأولى للسفر. الطبيعة حواليها سحر، وفي نفس الوقت مكان عائلي جدا من الدرجة الأولى تقدر تستمتع فيه أنت وولادك وكل الأسرة، لأنه الوصول ليه سهل والإقامة فيه ممتعة. سبحان الله، شوفوا المكان عامل ازاي جميل، الشلالات ورا بعضها ازاي. سبحان الله، السحاب نزل على البحيرة ازاي. هنا منزل الشلال اللي بينزل البحيرة اللي كنا بنتصور عنده في الأول. هتلاقوا هنا مطاعم وفنادق كلها بتطل على البحيرة الرهيبة دي. شوفوا هناك هتلاقوا جبل تحوط بيه، تطلع جبل تاني، وهنا كمان جبل. طبعا مكان كله مطاعم ومكان سياحي بالدرجة الأولى يعني، ما شاء الله. اخواننا السعوديين عاملين مطاعم كتيرة هنا، واليمنيين كمان ما شاء الله، يعني يمكن اكتر من المطاعم التركي في المكان. استثمار هنا، كل الناس مستثمرة وجايبين عاملين مطاعم وحاجات كتيرة يعني في المكان ده. حتى قدام في ملاهي وفي حاجات كتيرة جدا يعني. المكان يعني تجاري اكتر من انه بقى مكان طبيعي يعني، بسبب شهرته كل الناس جايه تعمل بيزنس هنا حوالين المكان ده يعني. شو الصورة، مكان جميل بصراحة. المكان فاتح للشهية وانا جعت دلوقتي. لازم نروح ناكل كويمك، الاكلة المشهورة بالجبنة في تركيا، وبعد كده نكمل رحلتنا. خش بقى على الاختراع العجيب اللي اسمه كويمك. بصوا بقى الكويمك ده عامل ازاي. جبنة انسداد شرايين يا معلم. الحلو هنا انهم عاملين مكان تقدر توقف فيه وتشوف البحيرة من فوق وتاخد احلى صور معاها. مش لازم يكون عندك درون يعني عشان تشوفها من فوق. ممكن نطلع فوق بالعربية كمان عشان تشوف البحيرة بالكامل. بكلمكم من فوق أعلى منطقة في أوزنجول، عند أوتيل اسمه كار أوتيل. الأوتيل ده في أعلى قمة في الهضبة. احنا تقريبا بارتفاع السحاب. كار أوتيل هيجي هنا ورايا اهو. المكان هنا خيال خيال. ودي بحيرة أوزنجول ورايا. اتمنى ان المشهد يعجبكم.
دي الإطلالة من فوق أوتيل كار، واللي بتقدر تشوف منه البحيرة بالكامل مع القمم الخضراء الرهيبة اللي حوالين البحيرة. تحس نفسك في سويسرا بس مع وجود مساجد كده، إطلالة بتتكلم عن نفسها. مش محتاجة بصراحة وصف. البحيرة دي لازم تجيها أول ما توصل الشمال التركي. ودلوقتي هنقول المكان الجميل ده لنا لقاء آخر، ونرجع للفندق بتاعنا في طرابزون. بعد ما تخلص رحلاتك أنصحكم أن ترجعوا على الكورنيش في طرابزون وتستمتعوا بالعشاء في المطاعم والكافيهات اللي موجودة بامتداد الساحل، وتحديدا في منطقة أكشبات. آخر اليوم بقى الواحد استمتع بال دوندورما التركي. طبعا انا اكلت ربعها عما صورت، استحملتش. وبعدين دلوقتي بدل ما نرجع للاوتيل قلنا نتمشى نروح للبحر. طبعا الاوتيل اساسا قريب من البحر جدا، نعدي بس كوبري المشاة ونروح على البحر. فوق كوبري المشاة اهو، نروح على البحر، نقضي القعدة على البحر افضل بكتير ان احنا نطلع الاوتيل. في حاجة جميلة كمان هقولها لكم، مش عارف باينة معاكم او لا، بس شايفين المحطة الصفراء اللي هناك دي محطة تكاسي هنا في تركيا. تكاسي ما بتقعدش تدور على زباين وتضيع بنزين على الفاضي، يعني هم بيدوروا على زباين. وما هنا في تركيا كل منطقة فيها محطة تكاسي، انت تروح تركب من عندهم مكان ما انت عايز. بس التكاسي هنا ما بتهدرش بنزين كده وتفضل تدور على زبون، يعني الزبون بيروح لهم وبيركبوا بالدور وكده يعني. فدي كانت من الحاجات المختلفة عننا اللي احنا نعرفها يعني. الفيو هنا ساحر جدا، والجو ممتاز طول شهر 6 و7 و8، لأنه طرابزون أقصى الشمال التركي، ومنصحش بزيارتها خاصة لأول مرة غير في أشهر الصيف بس، إلا لو أنت من عشاق المكان الساحر ده وعارف إنك بتحب التلج. في النهاية أحب أفكركم بضرورة إنك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لو ما كنتش مشترك، عشان نقدر نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. يا ريت تشاركونا برأيكم في الرحلة في التعليقات، ولو عندك أي أسئلة هرد على كل الأسئلة بنفسي. أشوفكم في فيديو جديد، دمتم مسافرين.